السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. مفاجأة من العيار الثقيل، مواجهة شرسة وفتاكة بين أعنف مقاتلين في هذه الرياضة، نزال انتقامي ومصيري بين عملاقين في رياضة الكيك بوكسين، المغربي جمال بن صديق والهولندي أليستر أوفريم. تابعوا هذا المقطع الرائع لتتعرفوا أكثر عن تفاصيل هذه المواجهة، كذلك الموعد وتوقعي الشخصي للفائز في نهاية المقطع. قبل البدء لا أوصيكم وفضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. ليلة غلوري 83 من أقوى وأعنف بطاقات غلوري على الإطلاق، وذلك بعد أن انتشر خبر المواجهة المحتملة بين المغربي جمال بن صديق والهولندي أليستر أوفريم. الكثير من التساؤلات حول هذا النزال، هل سيستطيع أليستر أوفريم هزيمة المغربي جمال؟ أكيد لا أحد منا يمكنه الجزم في نتيجة هذا النزال بشكل نهائي، رغم أن الجميع رجح فوز جمال في الجولة الأولى، وذلك بسبب المستوى البدني كذلك فارق العمر بينهما، إلى أنني أقول أن أوفريم أيضا لديه مستوى بدني قوي، فأوفريم قادر على تحمل 5 جولات من 5 دقائق، لديه قدرة كبيرة وقوية على التحمل لأنه لا يتدرب بالطريقة التي يتدرب بها مقاتلو الكيك بوكسين، وإنما يتلقى تدريبات أقوى من ذلك. فكما يعلم الجميع أوفريم البالغ من العمر 42 سنة، كان من بين أشهر المقاتلين في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وهذه الرياضة يتقاتل فيها المقاتلين وقوفا، كذلك إخضاعات قوية على الأرض، يعني مقاتلي UFC يبذلون مجهودات أكبر وأكثر من مقاتلي الكيك بوكسين. لا أقول بأن مقاتلو الفنون القتالية المختلطة أقوى من مقاتلي الكيك بوكسين، وإنما هذه هي الحقيقة. جمال غير قادر على إكمال نزال من 5 جولات، وكل جولة تنتهي فقط من 3 دقائق، فالجميع يعلم هذا الأمر، لكن أوفريم يمكنه لعب 5 جولات وكل جولة تنتهي في 5 دقائق. بصراحة شديدة هذا النزال سيكون صعبا جدا على جمال، إلا في حالة واحدة، وهي إن قام أوفريم بمجارة النزال، بمعنى آخر أوفريم سيكتفي بالدفاع فقط ومحاولة إرهاق جمال، لكن إن فعل ذلك سيكون أمام خطر تلقي تلك القذائف القادمة من جمال. أوفريم سيدافع وجمال سيهاجم بقوة، وإن لم يستطع جمال إسقاط أوفريم في الجولات الثلاث فسوف يستنزف الكثير من القوة، وبذلك في الجولة الرابعة لن يكون جمال قادرا على حماية وجهه، وسينهيه أوفريم بلكماته القوية. هذا ما أظن أنه سيحدث في هذه المعركة الطاحنة. تبقى هذه مجرد توقعات، لكن في الحلبة سنرى من سيكون الفائز. موعد هذه المواجهة لم تعلن عنه بطولة غلوري بعد، لكن من المحتمل أن يتم الإعلان عن هذا النزال في بداية العام المقبل. أخبروني برأيكم في التعليقات، من تتوقع بأنه سيكون الفائز وكيف ذلك، جمال أم أوفريم؟ أنتظر إجاباتكم من خلال التعليقات. قبل نهاية المقطع إن كنتم من محبي متابعة أخبار الرياضات القتالية فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. كان معكم محسن، إلى اللقاء.